عارف إن في ناس بتشتري حاجات هم مش محتاجينها، وفي ناس بتدفع أرقام فلكية عشان بس يحسوا إن هم مرتاحين أو إنهم فخمين، يعني عايزين يحسوا كده بس بالفخامة. طيب عارف إن في ناس ممكن تشتري منتج غالي جدا جدا لمجرد بس إنه فكرهم بذكريات الطفولة؟ أو حتى في ناس بتشتري حاجة هم مش محتاجينها أصلا بس عشان تحسسهم بالانتماء والأمان. والله زي ما بقولك كده، القرار اللي الناس بتاخده وهم بيشتروا بيكون وراه شعور مش منطق. طب ليه؟ الناس بتعمل كده ليه وبتشتري حاجات هم مش محتاجينها؟ لأن القرار مش دايما بيكون قرار منطقي، ده بيكون قرار عاطفي بنسبة 90%. طيب في الفيديو ده أنا هقولك على أقوى 10 مشاعر بتحرك الناس للشراء. لو فهمتهم كويس هتعرف تبيع أي حاجة لأي حد. فيلسوف المبيعات الشهير زيج زيجلر ده واحد بدأ حياته بياع عادي، ودلوقتي بقى أستاذ في علم التسويق والمبيعات، وليه مؤلفات كتيرة جدا جدا، وليه مقالات كتيرة جدا، طبعا كلها في الإنتاجية والتحديث. لكن ليه مقولة شهيرة جدا جدا بتقول: لا يشتري الناس لأسباب منطقية، بل يشترون لأسباب عاطفية. يعني الناس مش بتشتري بس بعقلها، الناس بتشتري أكتر بقلبها. النهاردة هنتكلم عن المشاعر اللي بتحرك العميل لعملية الشراء، وإزاي تستخدمها بذكاء في كتابتك وفي إعلاناتك عشان تبيع أكتر. أنا محمد نادي، وده الدرس العاشر من كورس التسويق الإلكتروني، ويلا بينا نبدأ. أول شعور من المشاعر اللي بتحرك العميل وتحفزه على عملية الشراء بتكون الخوف. الخوف واحد من أقوى المشاعر اللي بتحرك الناس. الناس ساعات مش بتشتري عشان يكسبوا، لا هم بيشتروا عشان ما يخسروش. يعني مثلا لو انت بتبيع كورس، بدل ما هتقول لهم تعالى هتتعلم حاجة جديدة، قول له لو ما خدتش الكورس ده هتفضل تعمل نفس الأخطاء اللي بتخسرك عملاء وبتخسرك مبيعات. هنا انت خليت الشخص يتخيل الخسارة، وساعتها بيبدأ يتحرك عنده مشاعره، وأكتر مشاعر بتتحرك عنده هي مشاعر الخوف. طب تعالى ناخد مثال تاني من الحياة. ليه ناس كتير بتشتري تأمين صحي؟ مش عشان هم متفائلين بالحياة ولا عشان هم مقبلين عليها، لا ده عشان هم خايفين من المرض وخايفين من المستقبل. دايما بيحسوا ان في المستقبل هيجيلهم مرض، فممكن يحتاجوا ان هم يتعالجوا منه، فبيشتركوا او بيشتروا التأمين الصحي. فالشعور بالخوف من حاجة معينة وهي مثلا المرض بيخليهم ياخدوا اجراء ان هم يشتروا تأمين صحي. وتاني شعور عندنا وهو الحب والانتماء. كلنا كبشر عندنا احتياج نحس اننا محبوبين واننا منتميين لمجموعة معينة، مش منبوذين وعايشين لوحدنا. ولو فكرت ممكن تلاقي نفسك بتشتري حاجات كتير ممكن انت اصلا ما تكونش محتاجها، بس بتشتريها عشان تبقى محبوب في وسط الناس وما تحسش انك لوحدك. كم واحد مننا بيروح الشغل الصبح وما بيكونش عايز ان هو يفطر او بيكون فطر قبل ما ينزل من البيت، لكن لما بيلاقي المجموعة في الشغل بتجمع عشان تجيب فطار بيشتري معاهم، عشان بس يبقى في وسطهم وميبقاش منبوذ عنهم، عشان برضه ما يتقالش عليه انه بخيل، او برضه عشان مشاعر الحب والانتماء، عايز ينتمي للمجموعة ديت ويحس ان هو واحد منهم فبيشتري معاهم. او بلاش المثال ده، تعالوا نشوف مثلا لما تلاقي ماركة بتقولك انت واحد من عيلتنا، او انضم ل50,000 عميل مبسوط. هما هنا مش بيبيعوا المنتج ليك، هما بيبيعوا ليك الاحساس. هما عايزين يوصلوا لك احساس حب وانتماء للبراند، وانك مش هتبقى لوحدك، احنا كلنا معاك، انت بس اشتري وهتلاقينا كلنا في ظهرك. بتشوف شركات كتير بتحاول تبني مجتمع حوالين البراند اللي هم بيعملوه، زي مثلا نايك. مش بس بتبيع هدوم رياضية، لا دي كمان بتخليك تحس انك جزء من مجتمع الرياضيين اللي بيكسروا المستحيل. طيب تعالوا بقى نروح لتالت شعور وهو الإحساس بالقوة. زي ما قلنا في ناس بتشتري حاجات مش عشان هم محتاجينها فعليا، لكن عشان يحسوا بالسيطرة أو الثقة، أو إنهم مثلا في مستوى معين. يعني إعلان زي مثلا اللي بيقولك عطر الرجولة الحقيقية، هو هنا مش بيبيع لك العطر أو الريحة أو البرفان اللي أنت هتحطه، هو بيبيع لك إحساس بالقوة والجاذبية. لو أنت مثلا بتكتب إعلان عن منتج، اسأل نفسك هل المنتج ده يخلي الزبون يحس إنه أقوى وأكتر سيطرة وأكتر تميزا من غيره؟ وطبعا أكبر مثال على كده الإعلان اللي كلنا عارفينه وحافظينه، تايجر وسيطر. أكيد كلنا عارفين الإعلان ده. أو مثلا عندك استرجل واشرب بريل، هنا هو بيبيع لك إحساس بالقوة والسيطرة. فأنت لو عايز تسترجل أو تسيطر هتشتري منهم عشان بس يتقال عليك إنك بتشرب بريل فأنت راجل، أو إن أنت مسيطر فاشتريت تايجر. ولو مفكر إن ده كلام إعلانات، شوف الشباب في سن العشرينات وأكبر شوية أو أصغر شوية،
هتلاقي إن اتولد عندهم إحساس وبيقولوا لبعض استرجل واشرب بريل، وبقى ترند، فبترتبط عندهم مشاعر الرجولة بإنهم يشربوا بريل، حتى لو كان الكلام ده عن طريق الهزار. بس ده فكر بيتولد عندهم واحدة واحدة، وبيبقى الكلام متداول بينهم، عشان تكون راجل لازم تشرب بريل. وهي دي الطريقة اللي الشركات أو البراندات بيصنعوا بيها الترند. بتبدأ بالكلام العادي، وبعدين ينتشر عن طريق الهزار، وبعدين يبقى ترند ويكسر الدنيا وكل الناس تتكلم بيه أو تسمع عنه. طيب تعالوا بقى نروح للشعور الرابع، وهو الحنين والذكريات. الناس ممكن تدفع كتير جدا جدا عشان بس تحس بنفس الشعور اللي كانوا بيحسوه أو بيشعروا بيه زمان. يعني مثلا شوكولاتة بطعم الفراولة كانوا بياكلوها زمان فتبدأ ترجعهم للماضي والحنين للماضي. أو مثلا لعبة قديمة كانوا بيلعبوها، أو إعلان مثلا فيه موسيقى من التسعينات أو من التمانينات. الذكريات دايما بتفتح القلب، ولما القلب يتفتح الجيب كمان هيتفتح معاه. وخد بالك، الإعلان الناجح بيخلي الزبون يحس إنه بيرجع لحاجة فقدها من زمن. فلو عرفت تلعب على حاجة قديمة في الجيل اللي انت بتستهدفه، هتعرف تحقق مبيعات كتيرة جدا جدا من الشعور أو الإحساس اللي هو هيحسه. تخيل مثلا إنك بتسوق منتج زي راديو قديم شكله كلاسيكي شوية، أو حتى قهوة بطابع مصري اللي هو بتاع زمان، وتقول مثلا في إعلانك: فاكر أيام لما كنا بنسمع صوت أم كلثوم في الراديو، والجو كان هادي وجميل، والريحة الحلوة جاية من المطبخ؟ الراديو ده مش بس جهاز، ده بوابة بترجعك لحكايات الزمن الجميل، لأيام بسيطة وكبيرة في نفس الوقت عشناها زمان. أو مثلا لو عايز تعمل إعلان لقهوة زي ما قلنا قهوة قديمة شوية، أو عايز ترجعك للطابع القديم، فبتقوله: ريحة البن اللي كانت بتفوقنا من النوم في بيت جدتنا، لما كانت القعدة حوالين الفطار أهم من الموبايل، ولما أول رشفة قهوة كانت بداية لحكايات كتير. قهوتنا مش بس طعم، دي ذكريات متعبية في فنجان. يا سلام على ده إعلان بيرجعه للحنين والذكريات. ده هيرجعه لحاجة هو فعلا مفتقدها وبيدور عليها، أو لحالة مثلا كان بيحبها وعايز يعيشها ومن زمان ما عاشهاش. المشاعر دي بتشتغل جامد جدا جدا في منتجات كتير، زي مثلا العطور القديمة اللي دايما بتفكروا بالريحة بتاعت زمان أو العطور اللي كانت موجودة زمان. وكمان الأكل الشرقي وأدوات المطبخ، ولو كمان في ديكور كلاسيكي برضو الحاجات دي بتنفع معاها جدا جدا. أو حتى الكورسات اللي بتفكر الناس بحلم قديم كانوا ناسينه فأنت بتفكرهم بيه. طيب تعالوا نروح لخامس شعور عندنا، وهو التقدير والإعجاب. في ناس بتشتري عشان بس يبانوا. يعني لما تلاقي حد بيشتري موبايل آخر إصدار، أو ساعة مثلا غالية جدا جدا، أو عربية فخمة، مش دايما بيكون عشان الوظيفة، ممكن بس عشان الناس تقول عليه واو، وعشان يبان والناس تشوفه. فلما تكتب إعلان، لو قدرت توري للزبون إنه هيبان جامد أو مختلف عن الناس، ساعتها أنت بتكلم شعور جواه بيصرخ ويقول إن هو مهم أو أنا مهم. أنا لازم أشتري الحاجة دي عشان أبان إن أنا مهم. لو بتعمل إعلان لساعة فخمة، حتى لو هي مش براند عالمي، عارف الإحساس لما تبقى داخل مكان وكل الناس بتبصلك؟ مش عشان انت لابس غالي، لا، عشان لابس حاجة ليها هيبة، باين كده عليك في شكل الحاجة اللي انت لابسها أو شكل اللبس اللي انت لابسه الهيبة، حتى لو هي مش براند، بس شكلها بيفرق. الساعة دي بقى مش مجرد اكسسوار، دي رسالة غير مباشرة إنك شخص عنده ذوق وبيفهم. ده اللي بيوصل للناس من خلال الساعة اللي انت لابسها، أو من خلال الإكسسوار اللي انت بتحتاج تشتريه. الناس بتاخد بالها حتى لو ما قالوش، وانت تستاهل النظرة دي، نظرة الإعجاب اللي الناس هتبصلك بيها. الناس بطبعها بتحب تكون ملفتة للنظر، إن هي تتحب تتقدر، يتقال عليهم شخص مميز عن غيره. فلما تربط المنتج بتاعك أو الخدمة بالإعجاب اللي هيحصل لما يستخدموها، انت هنا بتديهم دفعة نفسية جامدة جدا جدا إن هم يقوموا بعملية الشراء. طيب تعالوا نروح بقى لسادس شعور عندنا، وهو الفضول. الإنسان طبعا زي ما كلنا عارفين بطبعه فضولي، بيحب يعرف الحكاية للنهاية. الإعلانات الشاطرة بقى بتسيب لك دايما سؤال مفتوح، أو تعمل لك تشويق يخليك مش قادر تمشي من غير ما تعرف باقي القصة. زي مثلا الطريقة الغريبة اللي خلت محمد يزود مبيعاته بنسبة 300% في أسبوع. أنت كمستهلك لازم بقى تعرف الطريقة دي صح. هو إيه بقى اللي حصل عشان محمد يزود مبيعاته بالنسبة الكبيرة دي 300%؟ ده فضول بيدفعك إنك تكمل الفيديو للآخر. هو محمد عمل إيه عشان يزود مبيعاته بنسبة 300%؟ أكيد كلنا عايزين نعرف. والفضول الأكبر أو السؤال اللي أنا متأكد إنك سألته دلوقتي: هو مين محمد ده أصلا؟ ما تقلقش،
لو عايز تعرف مين هو محمد، كمل معايا الفيديو ده للآخر وهقولك في آخر الفيديو مين هو محمد. عارف لما تكون عايز تبيع منتج، كتاب مثلا أو فيديو عن التسويق، في 3 جمل بس لو قلتهم في أول مكالمة مع أي عميل احتمال كبير يقفل معاك الديل من أول مرة. عايز تعرفهم؟ هقولهم لك. والجملة التانية خصوصا أو تحديدا ناس كتير لما بتسمعها بتضحك جدا جدا، بس هي اللي بتكسب الصفقة. عارف ليه الفضول بيشتغل؟ لأن دماغ الإنسان مصممة إنها تدور على النهاية دايما. دايما عايز يعرف إيه نهاية القصة، إيه اللي حصل. لو فتحت باب المعلومة أو فتحت حتة إن في سر لازم تعرفه، دماغه مش هتهدى غير لما يعرف المعلومة أو السر. ولو المنتج أو المحتوى هو الطريقة للمعلومة دي، هو خلاص اعتبره اشترى. طيب وسابع شعور بقى، وهو الشعور بالذنب. أحيانا الناس بتشتري عشان تحس بس إنها بتصلح حاجة هي بوظتها. زي مثلا اشترت لعبة لابنها عشان كانت مشغولة عنه لفترة، أو شخص اشترى مثلا كورس تنمية عشان حاسس إنه مقصر في حق نفسه. فأنت كمسوق لما تكتب ممكن تلمح بإحساس الذنب بس يكون بطريقة هادية وناعمة. زي مثلا هل بتأجل حلمك؟ هل تستاهل إنك تعيش أقل من اللي أنت تستحقه؟ دي جمل بسيطة بس بتخبط في إحساس جوانا، بيصيب الهدف على طول ويخليك تشعر بالذنب. بيخلي الشراء شبه اعتذار أو تعويض للنفس عن إنها تستحق أكتر من اللي هي فيه. فبيبدأ عنده شعور اللوم لنفسه أو الشعور بالذنب، إنه يستحق الأفضل. وليه أنا بعمل في نفسي كده لما ممكن أشتري حاجة ممكن تزود في معلوماتي أو تزود في قيمتي، لأن أنا أستحق أن أعيش حياة أحسن من كده. فلو هنكلم مثلا الأم أو الأب اللي عايز تبيع لهم منتج أو لعبة لأطفالهم، دايما هتخش له كده: انت شغلك واخدك، عارف، والعيال طول اليوم على التابلت، عادي كلنا بنعدي بكده. بس عمرك فكرت لو الوقت ده ممكن يتحول لحاجة تنمي عقلهم بدل ما تضيعه؟ اللعبة دي معمولة مخصوص عشان ابنك يفضل مستمتع وفي نفس الوقت يتعلم من غير ما يحس. كل دقيقة بيقضيها مع اللعبة دي هي استثمار في مستقبله. اللي حصل هنا الأم أو الأب حسوا إن هما مقصرين. المنتج ده زي ما بيقولوا جالهم على الوتر الحساس، وقال لهم تعالوا عوضوا التقصير اللي انتوا عاملينه في حق ولادكوا ده بحل بسيط. طيب كده انت حلت لهم مشكلة ولعبت على إحساس الشعور بالذنب. طيب تعالوا بقى نروح لتامن شعور، وهو الراحة والطمأنينة. الناس بتشتري الراحة قبل ما تشتري المنتج. يعني لو في حد عنده قلق من تنظيم وقته مثلا، أول ما يشوف إعلان بيقول نظام بسيط هيرجع لك تركيزك ويريح دماغك، بيبدأ يحس بالراحة وهو لسه ما اشتراش أصلا. بس انت حسسته ان في راحة كده وطمأنينة في كلامك، وان انت هتحل له مشكلته. فانت لو بتسوق لمنتج، اسأل: هل المنتج ده هيخلي الزبون يحس انه مطمن ومرتاح، او حتى مفيش ضغط عليه وهو بيشتري؟ وكمان ان المنتج ده هيوفر له راحة جسدية من خلال استخدام المنتج. يعني مثلا لو انت بتبيع له غسالة هتقول له وفر وقتك واغسل كل هدومك مرة واحدة مع غسالة زانوسي. فانت هنا حسسته ان المنتج ده هو اللي هيوفر له الراحة وهيريحه من عملية الغسيل اللي هو بيقوم بيها بشكل مستمر أو بشكل دوري. طيب تعالوا بقى نروح للشعور التاسع، وهو التحدي وتحقيق الذات. ناس كتير بتشتري عشان بس تثبت لنفسها إن هي تقدر، مش عشان المنتج، لكن عشان يحققوا إنجاز أو يتخطوا حدودهم. زي إيه؟ أنا مش فاهم. تعالوا نشوف إعلان مثلا زي هل عندك الجرأة تبدأ أول مشروع خاص بيك؟ أو مثلا إنك تقول له اتحدى نفسك وتعلم مهارة تفتح لك أبواب جديدة. ده كده بيكلم الشخص اللي جواه رغبة إنه عايز يثبت نفسه. تخيل مثلا إنك بتسوق لكورس تعليم، وليكن مثلا برمجة من الصفر، فبتقول للعميل مستعد تتحدى نفسك وتتعلم مهارة ممكن تغير مستقبلك؟ الكورس ده معمول للناس اللي قررت تبطل تأجيل وتبدأ تبني كارير حقيقي بإيديها. هنا انت مش بس بتبيع كورس للعميل، انت هنا بتبيع له شعور الانجاز. انت هنا بتتحدى نفسك، بتثبت انك مش زي اي حد بيستسلم. فالعميل بيحس طبعا انه عايز يتحدى نفسه، وان هو عايز يشتري بسبب انك وصلته للشعور دوت، او ان انت وصلت له الاحساس ده. طيب تعالوا نروح بقى للشعور العاشر والاخير، وهو الامل والطموح. ده الشعور اللي بيخلي الزبون يحلم، بس يحلم. يحلم بقى إنه يغير حياته، يحسن نفسه، يعيش عيشة أفضل من اللي هو عايشها. الإعلانات الكبيرة كلها تقريبا مبنية على الأمل والطموح. طيب تعالوا نقول مثلا زي إيه؟ زي مثلا وليكن إعلان ممكن تبدأ من الصفر وتوصل للنجاح اللي بتحلم بيه.
أو مثلا بلاش، ممكن تقوله رحلتك بتبدأ من هنا. يعني بتبقى الجملة أقصر شوية وبتخليه فعلا يسرح بخياله ويحلم. إن أنت بس بتقوله رحلتك تبدأ من هنا. العميل مش بيشتري بس، ده هو كمان بيحلم معاك بإنه بعد ما يتعلم أو يشتري المنتج هيحقق كل أحلامه وطموحاته من خلال المنتج بتاعك. طيب لو خدت بالك، مفيش قرار شراء بيحصل بعقلك لوحده، القلب دايما بيكون طرف في المعادلة. يعني لو عايز تكتب إعلان جامد أو بوست يبيع معاك، اسأل نفسك دايما العميل ده بيحس بإيه أو هيحس بإيه عشان يشتري المنتج بتاعك، وإزاي أقدر أساعده يحس بإحساس أقوى وهو بيشتري. لو فهمت المشاعر اللي هتلعب عليها للعميل، الكتابة هتكون أسهل بكتير، والمبيعات طبعا هتكون أعلى بكتير بالتبعية. وكمان ممكن تلعب على أكتر من شعور من المشاعر اللي احنا قلناها دي في إعلان واحد، مش لازم تختار شعور واحد بس، ممكن تلعب على أكتر من شعور وتدخل للعميل من أكتر من زاوية، تلعب بيها على مشاعره وتحفزه لعملية الشراء. دلوقتي بعد ما عرفت أقوى 10 مشاعر بتحرك قرار الشراء، لازم تسأل نفسك سؤال بسيط وانت بتكتب الإعلان أو بتكتب المحتوى: أنا بكتب الكلام ده عشان أقول للناس المنتج بيعمل إيه، ولا عشان أخليهم يحسوا بإيه؟ لو لعبت على الإحساس الصح، العميل مش بس هيشتري، ده ممكن يبقى من أكبر المروجين ليك، وده اللي كلنا بنتمنى إن نوصل له. لو عجبك الفيديو ما تنساش بقى اللايك والسبسكرايب، وقول لي في الكومنتات ايه اكتر شعور بتحسه لما بتشتري حاجة انت نفسك فيها. انا بشكركم جدا جدا انكم كملتوا الفيديو لحد هنا. شكرا جدا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.